كيبدا الفيلم ديالنا بستيف اللي من صغره هو كيموت على المناجم، ولكن كان كيحرسو واحد الشاب فكان كيخاف وكيهرب منه ديما. بعد ما كبر كنعرفوا انه كيحلم بمشروع، ولكن حتى واحد ما بغى يمولو، فكان كيعجبو الاختراع فتشجع وقرر يدخل المنجم اللي كان كيحلم به. اخذ الفاس ولبس الكاسك ومشى عند داك الشارف اللي باغي يمنعو، ولكن ستيف عطاه واحد الضربه وداز وبقى كيحفر في المنجم حتى لقى جوج مكعبات وجمعهم، وبهذه الطريقه فتح بوابات العالم العلوي اللي كاين حيوانات غريبه وكيقدر يشكل فيه اي حاجه بغا. وفي واحد النهار لقى ديب قدام دارو وعطاه عظمه، والديب حبو وسماه دينس وبنى المشروع اللي كان كيحلم به. وكان فرحان، ولكن الفرحه ما كملاتش ملي لقى باب غريب وتماك صندوق ناقص، ومن دارو تحت بوابه العالم السفلي. تماك لقى حلال في ريوسهم مربعين وكيدمروا كلشي، واللي حكمهم جوشه وحبسات ستيف ودينيس باش تاخذ المكعب وتدمر العالم العلوي. دينيس سرق الساروت وهرب هو وستيف وجابوا المكعب مره اخرى من عند جوشه، ولكن قبل ما يرجعوا للعالم العلوي الحراس حصلوهم وجوشه امرتهم يعتقلوهم. فستيف عطى المكعب لدينيس وقال ليه يديه العنوان ديالو على كوكب الارض. الحراس شدوا ستيف ولكن ما قدروش يشدوا دينيس، اللي وصلوا لدار ستيف وخبى المكعب ومشيو عند المشاكك اللي كان كيربح في جميع الالعاب الالكترونيه في الثمانينات. جاو عندهم اللبن وحجزوا له على المحل ديالو حيتاش ما خلصش الكريدي. مشى للمزاد اللي فيه الحوايج ديال الناس اللي خلاو ديورهم، لقى بزاف د الحوايج وعجبو الحال حيتاش غادي ينفعوه. مشى في الطوموبيل ديالو ولكن من ظهرو كسرات له في الطريق. ونمشي لوحده سميتها ناتالي مع خوها هيرني غاديين للمدينه اللي تساكن فيها المشاكك وستيف حيتاش جاتها الخدمه في مصنع، وهذا الشيء من بعد الوفاه ديال الام ديالها. وبقاو معتمدين على ريوسهم وكنعرفوا خوها اللي كيحب التكنولوجيا والابتكار. وصلوا للدار اللي غادي يكريوها، وضوان اللي خدامه في العقار رحبات بهم عطاتهم هديه، بعدها خلاتهم ودخلوا يرتبوا حوايجهم. نهار ثاني ناتالي كانت كتوجد الاكله اللي كانت الام ديالها مشهوره بها، وهنري خداها للمدرسه وداز على المحل ديال الالعاب ديالها مشاكك وتعارفوا حيت هي اللي كيعجبوه الالعاب الالكترونيه، وخدا نمرته ولاو صحاب. من بعد مشى للمدرسه وتلاقى مع نائبه المديره مارلي اللي عاودت ليه القصه ديال حياتها، وكانت فرحانه بزاف حيت جا عندهم المدرسه حيت مدرستهم تصنيفها ناقص بين المدارس بحال المدرسه اللي كنقرا فيها انا ما كاينش في الخريطه اصلا. بدات حصه الرسم مع تلاميذ اللي باينه فيهم غاسطل على خوه، وحتى الاستاذ كثار منهم قالت لهم يرسموا بنانه وليمونه، وكل شي رسم رسمه عوجه. هي نرسم بنانه كطير بصاروخ، حاول يدير نموذج بدائي ولكن جوج دراري قطعوا له السلوكه وضيعوه. وفي هذا الوقت كانت ناتالي في الخدمه كتشرح لهم شنو غادي يديروا، ولكن الاختراع ديال خوها دخلهم في المصنع. نائبه المدير قالت لهيرني الا ما جبتيش باك غادي نجريو عليك. وصلنا للمشاكك حيت ما بغاش يدير اختو المشاكل، وافق يمشي معاه ويمثل معاه انه عمو. من بعد مشى للمحل ديالو. هيرني استغرب كيفاش المشروع ديالو ما صدقش، ورمى الاختراعات ديالو في الزبل حيتاش بسبب اللي دار غادي يطردوا اختو من الخدمه. شاف المكعب اللي خداه المشاكك من المزاد مشى دمجهم بجوج، ولكن عرفوا انه دبر عليها. وفي هذا الوقت ناتالي صونات على روان حيتاش خوها ما كيجاوبش، فقالت ليها دوان ان خوها هو اللي رجع المصنع وهو السبب علاش طردوها من الخدمه. خدات التليفون وحددت البلاصه بالجي بي اس اللي غادي يديها للمنجم المهجور. فين المشاكك وهيرني وصلوا للمنجم والديب دينيس تابعهم. وصلوا لبوابه العالم العلوي، ومن وصلوا دوان اختو ومفاجاه المكعب جرهم كلهم ودخلهم وبقاو يتعجبوا من العالم اللي كيشوفوه. وفي نفس الوقت جوج عرفت ان شي واحد دخل معاه المكعب السحري اللي الهدف ديالها تستولي عليه. كنمشيو عند هيرني اللي كيلعبوا وكيستكشفوا توصل الليل وما كانوش عارفين انه كاين زومبي وهياكل كطير بالليل، وشافوهم وما كاين غير بشويه عليك الخليب رهيب. هو يطيح في حفره وهي يكتشف انه ممكن يصنع اي حاجه كيتخيلها. دار لهم دار ومشى كحفر حفره حيت الهياكل تابعينه، وهرب للدار وفرقعوهم وطلع للسطح وجاوهم الزومبي، ولكن لقاو ستيف اللي جا باش يعاونهم، ولكن من زهره جات الشمس وماتوا الزومبي كلهم. وسولهم على المكعب والمشاكل قال له المكعب راه ديالي. ستيف قال له انه ما بقاتش عنده قيمه حيت ما عندوش الجزء ديالو، وعرض عليهم يلقاه مقابل يعطيه مكعب. ووافقوا كلهم على الاتفاق. خداهم ستيف للعروبيه حيت عنده شويه ديال الحوايج يقدر يستخدمهم. تماك شاف اللي ساكنين واللي هو حلالف، ومشيو للجوشه اللي وصلها الخبر بان المكعب كاين في المدينه، وامرت الجنود ديالها ياخذوا المحاربين يمشيو للمدينه ويجيبوا لها المكعب، وعطات ليهم ماء ازرق باش ما يتحولوش للزومبي. ستيف خدا المشاكك وهيرني للبلاصه اللي فيها الاسلحه ديالو، واحد الطابله اللي يقدر يصنع فيها الاسلحه. فهنري جرب ورمى بيتزا اللي صنعتها اختو وصنعت له سلاح. فالمشاكك خدا هنري على الجنب وقال له ديري المنجم ديال الالماس ونعطيك المكعب. توافق هنري باش يعتق دينيس. وفي هذه اللحظه الحلال هجموا عليهم، اي واحد كتقيسو كيختفي. انا تشجعات فبداو كيسلخوهم وهربوا منهم الزربه وطلعوا للعروبيه لبسوا بدله كطير، ولكن ستيف ما كانش عنده فطلع فوقهم وهربوا. ولكن الحلال كانوا طايرين موراهم، قدروا يتهنوا من نصهم. وصلوا لطريق مسدوده اللي فيها ممر ضيق ودازوا منه ونزلوا
وقال لهم ستيف ان جوشا حابسه الديب دينيس وخاصهم يعتقوه. وكنكتشفوا انها شريره حيت قدمت مسابقه وكلشي ضحكوا عليها، فقررت تنتقم من العوالم كلها وتقتل الابداع. ومن بعد ما مشاو للقصر الغابه اللي فيه الجزء مكعب وداروا خطه انهم يلاهيو الحراس على ما هنري يدخل ويجيب الجزء، ولكن تيب قال له ما يشوفش في عينيه حيتاش غادي يسيطروا عليه. بعد ما تيب والمشاك دخلوا يغنيو على ما يدوز منهم، ولكن من ظهرهم العوج شافوه وجراو موراه. تدخل هيرني لغرفه الكنز وسد على راسه، وفي هذا الوقت الحراس شدوا ستيف والمشاكك وداوهم الحلبه وخلاهم يدابزوا مع زومبي صغير بحال الدبانه. كان كيضحكوا عليه ولكن الزومبي كان متوحش وسلخهم. هيرني لقى الجزء وفرح بزاف وطلع له الوحش اللي كان باغي يسيطر عليه، فهيرني تغلب عليه وصفاها ليه. وفي هذه اللحظه ستيف والمشاك غلبوا الزومبي وهرسوا البلاصه وقدروا يهربوا. ولكن مشكله اخرى كتواجههم ان جوشا استخدمت المكعب كتخلي العالم العلوي في الظلام وكتفتح البوابه للعالم السفلي وكتجيب الجيش ديال الحلالف. فستيف وهيرني كيصنعوا وحوش مطوره باش يدافعوا على العالم العلوي. فواحد الحل بجمع عليهم وكتبدا الحرب بيناتهم. وستيف لبس الدرع ديالو ومشى جوشا، ولكن كانت قويه ورثات له الدرع ديالو. وهنا كيستخدم كرات سحريه وكيطلع للبلاصه اللي فيها المكعب ودون معاه الديب دينيس وكيتعاونوا على الحلالف. وفي نفس الوقت جوشا كضرب هيرني وكطيحو، ولكن المشاك كيعتقوا كيركبوا على المنطاد وكيضربوا البلاصه اللي فيها المكعب وكيهرسوه. وبهذه الطريقه كتبان الشمس، الحلالف كيتحولوا لزومبي وستيف كيسقيها لجوشا والحلالف اللي بقاو هربوا. وبهذه الطريقه كيكونوا عتقوا العالم العلوي منهم. هيرني واللي معاه كيقرروا يرجعوا لكوكب الارض، والديب دينيس حبهم وبغى يبقى معاهم. وناتالي كتشجع ستيف باش يجي معاهم لكوكب الارض وكتعجبو الفكره كيجي معاهم. بالفعل المحل ديال المشاكل كيولي من احسن المحلات في المدينه. وهنري صراع بيدلا طيران ولا مشهور في المدرسه، ودوا كتحط دينيس في الحديقه وكيجيو عندها بزاف ديال الزوار. وناتالي ولات مدربه الدفاع عن النفس وكيوليو مشهورين في المدينه. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. ما تنساش دير شي لايك شي اشتراك في القناه. كان معكم خوكم بفليكس، تلاقاو في الفيديو الجاي.